مع نهاية السنة بيكون في استطلاعات رأي وإحصائيات للأفضل والأكثر استماعًا ومشاهدة، وموقع الموسيقى الأول عربيًا أنغامي نزل قائمة بالأكثر استماعًا في عام 2023. الأغنية اللي كانت أكثر استماعًا كانت أغنية الحفلة للهضبة عمرو دياب، ويليها يمكن خير لرامي صبري، ثم بطمن عليك وأنت الحظ. أما النجوم المصريين اللي كانوا أكثر استماعًا السنة دي، الهضبة عمرو دياب على رأسهم كالعادة، ويليه أحمد سعد وتامر حسني ورامي صبري ومحمد حماقي وتامر عاشور. وفي المركز السابع جه بهاء سلطان، ويليه شيرين وحمزة نمرة ورامي جمال. أحمد سعد نشر بوست قال فيه: مع إني حاسس إن اتظلمت، الشيء اللي خلى فانز كتير من عمرو دياب تهاجمه وتقوله انت كده بتخبط في الكلام. أحمد سعد هيشارك الهضبة عمرو دياب في مهرجان ميدل بيست في موسم الرياض بداية من يوم 14/12 القادم.